رجعنا لكم تاني يا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل. والتقرير اللي معانا النهارده تقرير من محافظة القليوبية رصده لنا الزميل ممدوح غريب عن مركز شباب موجود في مركز ومدينة الخنكة من مركز شباب كفر حمزة. الحقيقة التقرير استفزنا جدا لما يكون مركز شباب ويكون ما فيهوش موظفين، لما يكون مركز شباب وفي الدفاتر بتاعة الدولة مرمية. تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. بتاع مركز شباب كفر حمزة هنوريكم التطوير اللي موجود. احنا داخلين دلوقتي على المفروض مركز شباب. ادي مركز شباب وادي التطوير اللي موجود فيه عبارة عن خشب ورمل. المركز شباب ادي مركز شباب عبارة عن ترابيزة بينج بونج، التليفون، سجلات الموجودة المفروض رسمية، سجلات بأقسام رسمية موجودة. يعني بيقول ان هو ان المكان ده المفروض حيوي والمفروض يطلع له حاجات كتير قوي من الشباب والرياضة. تعالوا هنكمل بس نشوف الوضع اللي موجود. وهو يقول يعني عبارة عن وقت وليس مركز شباب وقت بكل وضوح. يعني السجلات الموجودة والملفات المفروض موجودة والكاميرا أنطق دليل على كل ما بنقوله، لأن احنا سجلات خطة التصفيق، أنشطة المكتبة. أنا نتائج المكتبة شيء غريب الشكل. مش عارف يعني بالظبط، يعني حاجة احنا دخلنا وطن ولا دخلنا مركز شباب. استاذ محمد، انت حضرتك متأكد ان انت موظف؟ لا انا مش موظف، انا راجل مجلس اداره، انا مسؤول عن الموظفين اللي بيجوا المركز. يعني في موظفين؟ في موظفين ده بالنسبه لايه بالظبط؟ موظفين على ايه؟ موظفين على المبنى اللي انتم شايفينه قدامكم دلوقتي. مبنى ايه يعني حضرتك؟ مبنى مسؤوليات. مبنى ايه؟ مركز شباب كفر حمزة. هو ده مركز شباب يا استاذ الفاضل؟ طبعا المركز ده كان مقفول من ساعه الثوره، قعد 3 سنين مقفول. تمام. طبعا احنا حبينا لما قالوا الشباب وشغل الشباب، حبينا تبرعنا اللي احنا رحنا المديريه قلنا يا جدعان احنا عايزين نشغل مركز شباب كفر حمزة تاني. لما جه قلنا لهم عايزين ترميم والكلام ده، لقينا الموضوع ما ينفعش فيه ترميم. طبعا اللجنه نفس المديريه بعتت لنا ناس من وزاره الاسكان تيجي تعمل لنا ترميم، قلنا لهم ده ما ينفعش فيه ترميم. عملوا ميزانيه حوالي 60,000 أو 70,000 في نفس اللي انا جبت ورقه من مجلس المدينه بازالته، ده من شهر 3 2015 بازالته، ولم يتم ازالته حتى الان. طبعا هناك في المديريه عارفين بالقصه ديت، وتركنا رحنا المديريه ورحنا الاداره، رحت مكتب الوزير نفسه ودخلت وعملت كتبت ورق بالمشاكل بتاعتنا، وانا عارف ان انا خرجت من مكتب الوزير واترمت في الزباله. تمام. وطبعا ما قدرتش اقابل سياده الوزير، حتى رغم ان هو قال في الاعلام وفي كل حاجه ان الباب مفتوح لكل الشباب. طبعا انا من ضمن الناس اللي رحت مره واثنين وثلاثه واربعه ما عرفتش اخش له. طبعا اللي جئت للصحافه بعت طبعا الاستاذ محمد سراج بجريده المسا، تبنى الموضوع بتاعي ونشر. بناء عليه جالي جوابين من وزاره الشباب والرياضه من محافظه القليوبيه عن طريق مجلس المدينه وعن طريق الوحده المحليه، والبيان معايا كالاتي اهوت. واشر المحافظ ده البيان ده اللي اتنشر في جريده المسا. ده بيان بيقول ايه يا حضرتك؟ ده بيقول لنا على بنحيط علم التاريخ ان الشكوى المركز شباب كفر حمزة بجريده المسا بتاريخ 17/1/2016 تحت شباب كفر حمزة يشكون حالتهم وايه وارسل صدر الشكوى الورقيه. يعني ده رد على الشكوى بتاع حضرتك؟ رد الشكوى ايه بايه؟ ده طبعا اللي انا عندي المبنى من 2015 بإجازته ولم يتم إجازته. ما عندناش ارض، ما عندناش ملعب من حوالي 16 سنه او 17 سنه. طبعا الملعب اللي هو كان هنا في كفر حمزة اللي هو اتبرعنا بيه لعمليه الميه، عمليه الميه اللي هي ما اشتغلتش لغايه وقتنا. مين اللي اتبرع بيه؟ مجلس الاداره اللي هو السابق.
طب هو من حقه ان هو يتبرع بيه لاي جهه كده يعني؟ طبعا هو مش جهه هو المكان كده مش تبع جهه الشباب والرياضه؟ هم كان سؤال يعني من الاسباب الحزب الوطني اللي هو كان ماسك كفر حمزه، كان طبعا عبء على مجلس الاداره اللي هم يعني بمعنى صح ضغطوا على مجلس الاداره اللي هم يتبرعوا لعمليه الميه للاسباب. لو هم مجلس الاداره اللي هو السابق ما كانش عمل كده كان هيقولوا له انت سبب الوقفه قصاد البلد عشان الميه، البلد كانت عايزه تشرب ميه ولغايه وقتنا هذا بقالنا 16 سنه ما شفناش كوبايه ميه حلوه. انما ممكن ندعم المخدرات، ايه راي حضرتك؟ ما هو على اساسه انا بعثت شكوى كذا مره لوزير الشباب لهذا الموضوع، ان المركز معظم الشباب دلوقتي بقى يقعد على القهاوي. طبعا قله خنقه البلد، ما فيش الطاقه الايجابيه بتاعت الشباب، ما فيش فيها طاقه ايجابيه دلوقتي. معظمهم دلوقتي لا اما يشرب سجاير، لا اما هيتجه للمخدرات، لا اما الحشيش. وانت اكبر بؤره اجراميه هي المنطقه اللي جنبها. انا طب حته خاطر المسؤولين كلهم انا بتمنى من وزير الشباب اللي هو انا اتكلمت قبل كده عن طريق قناه تلفزيونيه ولم تذاع، اتمنى ازاله المبنى في اقرب وقت ممكن، بنيه 3 ادوار او 4 ادوار يليق باهل البلد، يتعمل مجلس اجتماعي، يتعمل صاله جيم، يتعمل كذا صاله للشباب اللي هي تفرغ طاقتها في هذا الموضوع. ونتمنى ارض نعمل بيها حته ملعب للشباب ده. ورغم ان طبعا جالنا من المحافظ اللي احنا نشوف ارض حكوميه، وهم مجلس المدينه ومجلس المدينه بتاعت الشنكه والوحده المحليه في قريه المنايل عارفين ان مفيش ارض حكوميه بتفتح حد، بيرموا الكره في ملعبنا وهم عارفين ان مفيش ارض. نتمنى يشتروا لنا حته ارض. طبعا احنا ما خدناش ميزانيه السنه دي، بنصرف على الشباب دي من جيوبنا الخاصه وبرضه مش عارف. ابسط حقوق الشاب هنتكلم معاه دلوقتي نقول اسم حضرتك ايه؟ عبد الرحمن. ايوه عبد الرحمن، انت كنت وقفتني عشان خاطر عايز تقول كلمتين، ايه هم الكلمتين اللي عايز تقولهم؟ بالنسبه مفيش ملعب هنا، حضرتك بنروح نلعب في الاكبر ملعب احنا وزمايلنا عشان نلعب كوره، ودي هوايه مطلوبه في كل الدنيا، يعني في كل انحاء الدول العالم. هوايه الكوره ديت والرياضه منشوره على جميع انحاء العالم بالرياضه الصح سهله خالص. طب انت تطلب ايه منك؟ انا بطلب يحسوا بينا، يحسوا بالشباب اللي طالع، يحسوا بكل كلمه احنا بنتكلمها، يحسوا بكل ندى احنا بننده بنقول، احنا بنتجه بسكه ثانيه خالص، بدل ما بنشوف السكه بتاعتنا الصح لا بنتجه في المخدرات والسكك. مناشدتهم يا سيدي وزير الشباب والرياضه، ارجو من الله ان يتحقق حلمهم